اخطاء كتير بيقع فيها ريكروترز، منها في الانترفيوز والايرز بتاعت الانترفيوز، ومنها التايبس كمان بتاعت الانترفيوز. في الكورس ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نكوندكت ان افكتيف انترفيو، ايه هي الجوب اناليسيز، ايه هي الجوب ديسكريبشن، ازاي بحدد الكومبتنسيز بتاعتي الكور اند تكنيكال. فانا بعمل فلتريشن بسيط جدا بقدر احدد منها هل احنا هنحدد معاه فيس تو فيس انترفيو ولا لا. المفروض لو انا بكوندكت انترفيو وحد الكومنتس كلها طبعا نيجاتيف وهو ريجكتد بالنسبه لي، يجي حد بعديه على طول يدخل انترفيو في نفس الاوبورتيونيتي اللي هو مقدم عليها، هو ممكن يكون اصلا ريجكتد بس انا انبهرت بيه جاست علشان هو احسن من اللي قبله. طبعا ما ينفعش اكون ساركاستيك، يعني ان انا اسخر منه او ان انا اهزر معاه، يعني ما ينفعش يبقى حد اكسبتد معانا في الشركه وهو ما عندوش السوفت سكيل دي. المفروض ان انا بعمل فون كول، طبعا لو انا بكلمه الانجليش المفروض ان انا اكون معرفاه نفسي، معرفه الكومباني انا شغاله ايه. ما ينفعش هو داخل انترفيو مثلا ابقى بوكر فيس وابقى متضايقه وهو يستريس. هكون معاكم انا حسناء عز، سينيور تالنت اكوزيشن في كورس How to Conduct an Effective Interview على Career 180. See you.